الدراري والدريات غادي تكونوا اكيد سمعتوا الخبر ديال ان ايلون ماسك الشركه اللي عنده اللي سميتها نورالينك عطاوها الترخيص من طرف الاف دي اي اللي هي الفود اند دراج ادمنستريشن باش يبداو التجارب على البشر. وهذه الشركه ديال نورالينك بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو تدير، كما تعرفوا ايلون ماسك عنده بزاف ديال الشركات. عنده شركه ديال سبيس اكس اللي تيديروا يعني دوك المركبات الفضائيه اللي بيمشوا للفضاء. عنده الشركه ديال تسلا بيان سور اللي كلشي تيعرفها. مؤخرا شرا تويتر ولا هو السي اي تاع تويتر. يلا مؤخرا خدم مع واحد المراه اللي غتولي هي السي اي او، ولكن هو غادي يبقى متحكم في اي حاجه عندها علاقه اي حاجه عندها علاقه لي ديسيزيون تكنيك هو اللي غادي ياخذهم. وعنده شركه اخرى سميتها نورالينك. وعنده شركات اخرين حنا ما عارفينهمش. مثلا عنده واحد الشركه اللي سميتها اكس اللي خدام على شي لعيبه ديال الذكاء الاصطناعي اللي غادي تنافس قال لك تشات جي بي تي. المهم اليوم اللي بغيت نهضر لكم عليه هو نورالينك. هاد الشركه ديال نورالينك الهدف ديالها هو يصايبوا واحد الشيبس صغار، يعني دي بروسيسور صغار اللي غيداروا في الدماغ باش الانسان يبقى يتكلم ويتعامل مع الكمبيوتر اترافير ديك الشيب. الشركه ديال نورالينك بدات شحال هذه جوبونس الا ما بقيت الا الذاكره ديالي كتنفعني. بداو في 2015 ل 2017 فاش بدات الشركه هذه. ومن هذيك الوقيته هما تيديروا التجارب على الحيوانات، داروا التجارب على الفئران، داروا التجارب على الحلالف، واخر حاجه كانوا داروا التجارب على القروضه اللي بينوا بان ديك الشيب اللي تيديروا في العقل فريمون خدام مزيان وما عندها حتى شي تاثير على القرض وما عندها حتى شي تاثير سلبي، وتستعملوها مزيان وتقدروا يتحكموا في الكمبيوتر غير بعقلهم اتسيتيرا اتسيتيرا. ودابا بهذا الترخيص هذا اللي عطاتهم الاف دي اي غادي يبداو التجارب على البشر. بزاف ديال الناس دابا تيهضروا تيقولوا بان بحال كاينه شي عمليه ديال المؤامره في هذه المساله هذه. وبزاف ديال الناس تيقولوا والله كنت نتفرج في واحد الفلوق معروف امريكاني كان تيقولوا بان في البدايه ان الاف دي اي كانت رفضات لهم انهم يرخصوا لهم هاد اللعيبه ديال نورالينك، ولكن دابا قبلوا لان يعني في ما وراء الستار يمكن وقيلا ايلون ماسك دار معاهم شي اتفاقيه باش يبداو يتحكموا في عباد الله اترافير هذيك التيب. اولا بغيت نشرح في هذا الفيديو هذا هو بعدا ايلون ماسك راه كان قالها في واحد لونتروتيان، واحد الاستجواب كان دار مع واحد الصحفي، كان هضره الشرح علاش هو تيظن بان هذه اللعيبه ديال نورالينك غادي تعاون بزاف البشر. عطى جوج ديال الاسباب. السبب الاول اللي واضح وبزاف ديال الناس غادي يفهموه هو انه الناس اللي عندهم شي اعاقه اللي ما تيقدروش يتحكموا مثلا في الاعضاء ديالهم في يديهم ولا في رجليهم يديروا هاد الشيب ويقدروا اترافي هاد الشيب هذه يبقاو يتحكموا في الكمبيوتر. ما هو الكمبيوتر غادي يكون مكونيكت مثلا عندك مع كل شيء في الدار. مثلا انت بغيتي تحل الشرجم ما معكش شي واحد في الدار اللي غادي يعاونك غير بالعقل ديالك تدوي الكمبيوتر حل لي الشرجم الكمبيوتر غادي يحل الشرجم. بغيتي تسخن الماء في الحمام ولا شي حاجه بعقلك تقول لي سخن لي الماء. الناس بحال هادو اللي عندهم هاد الاعاقات هادو غادي يستافدوا مزيان من هاد العمليه هذه. غادي هاد الشيب هذه غادي تعاونهم بزاف انهم يمارسوا يعني ديك الممارسات العاديه اليوميه ديالهم اللي ما تيقدروش يمارسوها دابا بحكم هاد الاعاقه اللي عندهم. هذه هي الاولى وهذه راه باينه وواضحه. ولكن الا تفرجتوا في هذاك لونتروتيان ديال ايلون ماسك كاينين جوج ديال الحوايج مهمين اللي قالهم اللي ما بزاف ديال الناس ما رديش لهم البال وما تيهضروش عليهم. الحاجه الاولى هو انه تيقول ان بحكم هذا التطور هذا اللي كاين في اي بجهد ولي ماشين غادي يزيدوا ديفلوبا وغادي يوليو واعرين بزاف، الحل الوحيد اللي عند الانسان باش يقدر يواكب هذه الموجه هذه ويبقى يعني الكتاف مقادين مع لي ماشين هو انه حتى هو خصو يدخل فيه شويه ديال لا ماشين، خصو يولي سيبورغ. الا بقينا حنا الانسان عادي بحال هكا ولي ماشين تطوروا بزاف غادي يفوتونا لواحد الدرجه بزاف لدرجه ان ما غاديش نبقاو نقدروا نواكبوا داكشي اللي تيديروا من لي ماشين. فهو النظريه اللي عنده والفكره اللي عنده هو انه اترافير هاد لا ماشين هاد الشيب هذه اللي غنديروا في عقلنا التواصل ديالنا مع هاد لي ماشين غادي يكون واحد التواصل سريع. لان شنو المشكل اللي عند بنادم؟ العقل ديالنا راه واحد العقل جبار وقوي بزاف، المليارات ديال الخلايا ديال العقليه اللي عندنا في الدماغ. المشكل اللي عندنا هو الانبوت ديالنا والاوتبوت ديالنا ثقال. شنو تنعني بالانبوت والاوتبوت؟ حنا كبشر عقل عندنا بزاف تقدر العقل عندنا يعني قوي بزاف تقدر يتحمل بزاف ديال المعلومات، تقدر يعقل على بزاف الحوايج، عندنا القوه ديال التفكير الحمد لله
ولكن الانبوت ديالنا شنو هي كاع الحوايج اللي من العالم الخارجي اللي تدخل عندنا اترافير، يا اما الشوف يعني شي حاجه نشوفوها تنقراوها تنفهموها، ولا شي فيديو تنتفرجوا فيه تنتعلم منه، ولا شي حاجه، ولا اترافير السمع، شي واحد تيعاود لك شي حاجه، ولا تسمع شي خبر، ولا تسمع، ولا تمشي للمدرسه والاستاذ تيشرح وانت تسمع وتتفهم وتستوعب وتتعقل على داك الشيء. هاد الانبوت هذا ديال السمع وديال البصر عندنا ثقال. حتى الا كنت باغي مثلا نقرا شي كتاب ما يمكنش ندير ديك ونقراه كامل في رمش عين، امبوسيبل. غادي تبقى كدا الصفحه الاولى 13 دقائق، الصفحه الثانيه 2 دقائق، تفكر الصفحه الثالثه 2 دقائق، فهمتي؟ فالانبوت عندنا ثقيله بزاف كومباري مع لي ماشين عندهم الانبوت سريع بزاف. هذا الكتاب هذا مثلا بي دي اف ماشين، داك تشات جي بي تي غادي قراه كامل في رمشه عين. فحنايا باش نبقاو مواكبين مع هاد لي ماشين خصنا حتى حنا نوليو قادرين على الانبوت ديالنا، خصها تكون واحد سريعه لدرجه ان قادرين نستوعبوا المعلومه بالزربه وقادرين نقولوا المعلومه بالزربه، لان الاوتبوت حتى هو عندنا ثقيل. نفرض انا عندي مثلا شي فكره كبيره في عقلي باش نشرحها لشي واحد، راه غادي نبقى نهضر غير بشويه ونشرح وندير شي ريونيون ديال جوج سوايع ونبقى نشرح ليه بشويه باش نشرح ليه فكره. الوغ كو الا كان عندنا مثلا طاط شي لعيبه في الدماغ ديالك باش شي واحد يشرح لك شي فكره يصيفطها لك بالزربه تستوعبتيها. فالانبوت والاوتبوت عندنا ثقال. لهذا هاد لي ماشين اللي غادي يوليو دابا ديال الاي اي اللي غيوليو متطورين بواحد الشكل كبير، الا ما كناش حتى حنا نقدروا نتواصلوا معاهم بواحد السرعه فائقه غادي يخليونا اللور، غادي يفوتونا بواحد الدرجه كبيره، لان لدرجه ان هما لي ماشين ما غاديش يبقى عندهم واحد المعنى، لان البشر مصايب هاد لي ماشين ديال الاي اي باش يفيدونا، باش يفيدوا الحياه ديالنا ويفيدونا في يعني في داكشي اللي تنديروا. الا اون ماشين تجيب لي شي لعيبه شي معلومه شي لعيبه خصها تبقى تسناني انا حتى تنقراها بشويه ونفهم وعاد نجاوب، هذيك لا ماشين هي ضايعه، فهمتي؟ الوغ نقدروا نديروا هذه العمليات هذه بواحد السرعه فائقه. فهذه يعني والتواصل ديالنا وكما تشوفوا يعني ايلون ماسك في لا كومباني ديالو ديال تسلا تيصايب واحد الروبو. فالفكره هو انه انت صايبتي روبو قادر يدير بزاف ديال الحوايج، يعني تيفهم بزاف الحوايج وذكي وتيقدر يدير بزاف الحوايج، ولكن حنا مازال غنتعاملوا معاه بديال جيب لي عافاك شريبه، جيب لي كويس تاع الماء، عافاك اشرح لي هذا الكتاب، وهو يبقى يشرح لك تيقرا وانت تسمع بشويه عليه، فهمتي؟ ثقيله القضيه. الا صايبتي روبو خارق للعاده وانت انت اللي معطلو، انت اللي فيك الديفو دابا، انت اللي يور سلو تو اندرستاند تو توك تو كوميونيكيت، فهذاك الروبو ما غاديش يبقى عنده يعني ما غاديش يوصل للبوتونسيال ديالو اللي يقدر يوصل ليه. فهذه هي الفكره اللي عند ايلون ماسك، وهذا الشيء علاش تيحاول يدير هذا النور لينك باش يعني الانبوت اوتبوت ديالنا يولي سريع. يعني الحاجه الا كتاب بغيت نقراه ما غاديش نحتاج نبقى نقرا صفحه صفحه، تشيب عندي هنايا طاب تدخلوا لي العقل بالزربه. اللغات مثلا مشيت لشي بلاد مثلا نهضر الشينويه، لوح لي الشينويه في دماغي، اي واحد هضر معايا نسمعوا بودنيه ونفهموا ديريكتومون، ما احتاج شي واحد يشرح لي واش لعيبه. ولكن بيان سي كما تيقولوا الناس كاين ديك المخاطر ديال واش هاد التكنولوجي هذه يقدر مثلا شي غوفرنمون شي حاجه يقدر يبدا يتحكم فيها، ولا يبدا يتجسس لك مثلا على الاراء ديالك والافكار ديالك الى اخره. فمن هذه الناحيه هذه بيان سور كاين واحد شويه ديال واحد الجري اريا، خص داكشي يكون واضح ومقنن وداكشي، ولكن واخا يكون مقنن وواضح ديما تيبقى داكشي اللي تيوقع وراء الستارات اللي حنا البشر العاديين ما تنشوفوش دائما غادي يكون. الرأي ديالي أنا صراحة هو أنه خصنا نتواكبوا مع التكنولوجيا كما بغات تكون. إحنا البشر بحكم أننا بشر دائما تنحاولوا أننا نزيدوا القدام، تنحاولوا تكون عندنا شي حاجة تنحاول نردوها أفضل. كنا تنتمشوا على رجلينا ما كفاناش داكشي، تملينا نركبوا على الخيل، بدينا تركبوا على الخيل ما كفاناش داكشي، بدينا تركبوا على السيارات شي يسميوها ديال ستيم، يعني ستيم كارز كانوا مازال قال ما كفاوناش زيد بترول كار ما كفاوناش زيد الكتريك ما كفاوناش، خصنا نمشيو للطيارات، خصنا الكاميو ترانات السوارغ. فيعني التقدم ديال البشر كان دائما بحال هكا، احنا دائما داغين نزيدوا القدام والافضل. وانا تنقول بان فراسكم واحد القضيه بعدا نقولها لكم، فراسكم فاش تخترعت التلفازه، لان تفرجت واحد الفيديو دابا ديال واحد البودكاست معروف امريكان وتيقولوا ان الناس بزاف الناس ار ستوبيد، الناس اللي غادي ينخرطوا باش تولي يديروا هاد الشيب في راسهم دير ستوبيد مكلخين ما عارفين كذا. ولكن واش فراسكم الدراري والدريات فاش خرجت التلفازه اغلبيه ديال الناس الراي العام كان تيقول واش هاد الناس حماق مكلخين غيبقى مريح وتيتفرج في واحد الصندوقه وديك الصندوقه فيها شي بشر تيتحركوا تيهضروا، واش نتوما مكلخين تبقى مريح وتتفرج في التلفازه بحال هكا، واش داخل ليك بحال هكا؟ كان تجاوب مع ديال الناس مع الاختراع ديال التلفازه. وشوفوا دابا فين وصلنا،
ولا التلفازه والاوديو فيزوال بصفه عامه جزء لا يتجزا من الحياه ديالنا. فما تشوفوش مثلا هاد التكنولوجيا الجديده صافي وتخلعوا تقول ناري غير ما شنو غادي يوقع، واش ار يو ستوبيد بوت ذيس ان يور برين. لا تقدر تكون عندها فوائد، تقدر يكون عندها سلبيه. خصنا ناخذوا هذاك الشيء دقه دقه. ديما بقى think out of the box، ديما ما تقولش يعني ما تفكرش بواحد الطريقه سلبيه. والحاجه الاخرى اللي بزاف الناس شفتهم في تويتر تيهضروا عليها هو انه قال لك يعني الكومبيتيسيون كولتورال غادي تصدع، غادي تخربق، ما غاديش يبقى عندنا. لان دابا مثلا الناس تيديروا لا ريشيرش، تيدوزوا سنين ومنين هما تيقراو شي موضوع ولا شي لعيبه وتيتعمقوا فيه، وكاين هذيك لا ريشيرش، هذا دكتور هذا هادي. دابا بحكم هاد التشيب هادي ديرها في دماغك، واي معلومه بغيتيها تجيبها عندك وتفهمها، داك لا كومبيتيسيون كولتورال قال لك غادي تخلخل. وانا ما متفقش مع الفكره هذه، لان بزاف ديال الناس دابا المهم قاتلين مع يعني تهضر على الناس الشعب، يعني الماجوريتي ديال الناس، تهضرش على لي شيرشور والنابغات والاذكياء وداك الشيء. الماجوريتي ديال الناس راه مقاتلين من المواضيع يعني سامبل، يعني داك الشيء عادي. فاذا كان عندك هاد التشيب وبزاف ديال الناس ركبوها ولات خولاتهم يعني ولاو قادرين انهم يفهموا مواضيع يعني صعبه عليهم اللي ما كانوش يقدروا يفهموها قبل، مثلا الفيزيك ولا يعني لونيفير ولا الجاذبيه ولا كاع دوك المواضيع اللي كانوا صعاب اللي ما كانوش يقدروا يفهموها ويقراوها ويفهموها ويستوعبوها. الا بحكم هذا التشيب هذه اللي غدير في دماغك يقدر بنادم يولي يفهمها اكثر ولا يستوعبها اكثر، هذا راه بالعكس راه ستان بلوس. هذا راه يعني في عوض ما كان عندك واحد النخبه صغيره ديال الناس ديال لي شيرشور اللي تيقراو واحد الموضوع وتيحلوه، غيولي عندك بزاف ديال الناس يقراو داك الموضوع وتيحلوه، فتقدر توصل لنتائج اسرع. وهذا الشيء اللي تنقول انا، يعني الواحد خاص يبقى ديما غادي بواحد الاوبن مايند. ياك بيان سور غادي يكونوا واحد المخاوف ديال لا سيكوريتي وديال التجسس وداك الشيء، ولكن اون ذا فليب سايد، اون الجانب الاخر، غادي يقدر يكون عندها شي منافع اخرى كبيره اللي غتساعد الانسانيه للتقدم. قولوا لي في الكومنتير نتوما شنو هو الراي ديالكم. المهم انا هذا هو الراي ديالي، وتنفكر بان يعني الواحد خصو ديما يبقى اوبن مايند، ما يتخلعش بزاف عاوتاني يبقى يحلل اوفر رياكشن. خذوها دقه دقه وغنشوفوا داكشي كيفاش غادي يجي. يلا تهلاو في راسكم. كان معكم يونس، نتلاقى معكم في الفيديو الجاي.